باعوا التوقيع مال هذا الكتاب 1957 17/10 آمن السعدي. ناس قد مرتبه. الفكره هي مو بهاي الروايه، الفكره ريحتها طيبه. اكو ناس كلش هواي تقول احنا نحب ريحه الكتب القديمه، ريحه طيبه. انت بتصفن عليهم وتقول يا هذول قد مثقفين ومنغمسين في الكتب والقراءه والمطالعه ومحبه الكتب بحيث يحبون ريحه كتاب قديم. بس الموضوع ما له علاقه بالثقافه وحب الكتب. علميا الناس تحب هاي الريحه، او اكو ناس تحب هاي الريحه. ليش؟ لان يقول لك مواد الكتب لما يصير بها ايجنج، يعني معناها تعتق، اللي هي ورق، حبر، صمغ، راح تطلع شنو؟ راح تطلق مواد طياره. وهاي المواد الطياره كما وصفها الناشونال ليج اوف انتيكواريان بوك سيلرز، قالوا انه هاي ريحه بيها هنت منين؟ هنت من الفانيلا والليجنين. الليجنين اللي هو فتشي ملية اسمه بالعربي، بس يقول لك هو هاي الريحه الخشبيه اللي تكون هي القاعده والاساس لجميع الروائح العطريه اللي بها خشب. يعني هذا شايفين هذا العطر الخشبي تحس بيه خشب، مو عود لا يعني، بس الفتشي خشبي. هاي هي الريحه. الكتب القديمه تطلع هاي الريحه. واللي ما عرفوا شنو هو الانترناشونال ليج اوف انتيكواريان فور بوك سيلرز، هذا فد اتحاد عالمي الكتب القديمه يبيعوها. كلش بسيط. يعني هل معقول احنا راح ناخذ بحكايتهم؟ لا طبعا. اكو دراسه سووها باليو كي. ايش جابوا ريحه، سووا اكستراكشن ريحه كتب قديمه، وجابوا وياها 20 ريحه ثانيه. يقول لك جابوا روائح حتى من سوق السمك. ولك انت تتخيل عزيزي المشاهد، يقول لك 30% من الناس اللي اشتمت ريحه الكتب القديمه قالوا هاي تذكرنا بالقهوه والشوكولات. الله، حتى من يتذكرون بثقافه. فاي ريحة الكتب القديمة طيبة بالنسبة لهواية ناس، لأن هي أصلا علميا طيبة وما لها علاقة بالثقافة. وحبك لريحة الكتاب القديم مو معناها أنت مثقف. وسلامتكم. هل أنتم من محبين هاي الروائح القوية؟ طبعا هي قوية ومرات مضرة أم لا؟ وتحياتنا للسيدة الآنسة سميرة آر السعدي. كتابك وصلني يعني بطريقة تويست كلش، يعني أمانة. هذا الكتاب كان دا يروح للزبل بس أنا لقفته. مقاري بعدني، بس مجرد وجوده أنه هو هيك يعني 1957 شخص موقع عليه، يعني لا ما ينذب. بيس.